السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة النهاردة. لو حضرتك بتعاني من مرض السكر أو بتعاني من الزهايمر أو بتعاني من أمراض القلب، يبقى حلقة النهاردة هتبقى مناسبة لحضرتك إن شاء الله. حلقة النهاردة بقى ملناش دعوة بالأدوية بتاعة الصيدلية، حلقة النهاردة عن فاكهة إحنا بناكلها أو ناس معينين بياكلوها وناس كتير ما تعرفش المعلومات اللي إحنا هنتكلم عليها. الفاكهة بتاعة النهاردة ألا وهي حاجة اسمها الباباي. الباباي ده الاسم بتاعها العلمي. طيب الاسم اللي الناس عارفاه كلهم والمتداول عندنا في القرى الا وهو الباباز، يبقى الاسم بتاعه اسمه الباباز. الفاكهه دي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على عناصر مهمه جدا في جسم الانسان. اول عنصر معانا النهارده مهم جدا لازم تعرفه الا وهي الالياف. ان الباباي ده او الباباز بيحتوي على الالياف. طب الالياف ديت لها فايده في جسم الانسان؟ اكيد طبعا. لو واحد بيعاني من امساك يبقى اقول لك تاكل باباز معانا. الالياف دي عباره عن حاجه بتسهل لي الحركه بتاعه الامعاء معايا، وبتعمل لي كده ميه في الامعاء من داخلها، وبالتالي بتسهل البراز يطلع بسهوله. وبالتالي حضرتك لو بتعاني من امساك يبقى خيارك هو الباباز. رقم 2 بيحتوي على الكالسيوم. الكالسيوم ده مهم جدا في العظم معايا. خلي بالك ان الكالسيوم ده عنصر اصلا الجسم ما بينتجوش، احنا بنحصل عليه من الاكل، ومهم جدا في الحفاظ على برضو ضغط الدم. ده مهم جدا معايا الكالسيوم. بيحافظ لي على الانسجه والعضلات بتاعه القلب برضو. الكلام ده هنتكلم عليه بعدين ان شاء الله. دلوقتي بس بقول اختصارات كده عشان حضراتكم تفهموا الباباز ده اهميته ايه بالنسبه لنا. ثالث عنصر معانا المغنيسيوم، والمغنيسيوم ده بيساعد على امتصاص الكالسيوم، ومهم جدا كمان في ان هو يمنع حدوث الاصابه بمرض السكر خاصه من النوع الثاني. ده برضه هنتكلم عليه كمان شويه معانا. رابع عنصر معانا الا وهو البوتاسيوم. البوتاسيوم ده مهم جدا في الضغط، ومهم جدا في القلب، ومهم جدا في جسم الانسان برضه لازم الانسان بيحصل عليه. والبوتاسيوم بالتعاون مع الصوديوم مهمين جدا في الحفاظ على ضغط الدم. لذلك في ادويه اسمها بوتاسيوم شانل بلوكر اللي احنا بنمنع موضوع البوتاسيوم ده هنتكلم عليه برضه ان شاء الله في فيديوهات تانية. عندي بقى عنصر الزنك المهم جدا معايا هنا اللي هو الباباز ده بيحتوي على عنصر الزنك. عنصر الزنك ده بقى عد معايا مهم جدا في المناعه بتاعت جسم الانسان، مهم جدا في الشعر، مهم جدا في الحفاظ على نضاره الجلد معايا، مهم جدا في الذاكره. الزنك عنصر اساسي لابد يكون موجود معايا عشان يحافظ لي على كل الحاجات دي كلها. عندي كمان فيتامين سي. فيتامين سي من الحاجات المهمه جدا في المناعه في جسم الانسان. لذلك الناس ايام كورونا كانت بتاخد فيتامين سي كتير جدا عشان تزود المناعه بتاعه الجسم. كذلك الامر بيحتوي على فيتامين اي واي وكي، والحاجات دي الجسم محتاجها بكميات معينه ومهم جدا تكون موجوده عندك. وكذلك الامر حاجه اسمها فوليك اسيد. يبقى الفاكهه دي بتحتوي على كل العناصر دي المهمه لجسم الانسان. واحد يسالني يقول لي طيب الفاكهه دي فايدتها ايه معايا؟ هتعمل معايا ايه؟ اول حاجه تعمل على الوقايه من مرض الزهايمر. ايه مرض الزهايمر ده؟ هو بنسميه مرض النسيان في الناس الكبار بعد ال 50 60 سنه. بص تلاقي الشخص بدا ينسى كل حاجه، ينسى الحاجات بتاعته. ده كده اسمه مرض الزهايمر. يبقى احنا لما ناخد باباز ده هنحافظ ان احنا ما نوصلش لمرحله الزهايمر ان شاء الله. تاني حاجه تقي من امراض معينه من السرطانات ربنا يعافينا. تحتوي على برضو مادتين مهمين جدا معايا. تحتوي على ماده اسمها الليكوبين. ماده اسمها الليكوبين دي مضاده للاكسده، بتحافظ لي على الجسم معايا وبتحميه من السرطانات. وبحتوي على ماده كمان اسمها بيتا كاروتين. بيتا كاروتين عباره عن ماده بتحميلي من الكانسر او بتحميلي من سرطانات البروستاتا ربنا يعافينا. ثالث حاجه مهمه جدا معايا تعزيز جهاز المناعه في الجسم. لو حد عنده المناعه بتاعته قليله ياخد باباز او ياكل باباز كتير معايا، وممكن يعمله في عصير على فكره برضه. تمام كده؟ يبقى مهم جدا في المناعه. رابع حاجه الوقايه من امراض القلب، وده مهم جدا في انه بيعمل على خفض الكوليسترول الضار في جسم الانسان. عندي في جسم الانسان في كوليسترول نافع وعندي كوليسترول ضار. الكوليسترول النافع ده حاجه كويسه في الجسم انا محتاجها. الكوليسترول الضار ده انا مش محتاجه في الجسم، بيعمل لي مشاكل في الجسم، وبالتالي بيعمل لي على تقليل الكوليسترول الضار، وده مهم جدا في مرضى القلب. كمان بيعمل لي على خفض او الحفاظ على ضغط دم يكون مستقر معايا، ما يزيدش ولا يقل معايا. خامس حاجه والمهمه معانا بقى بيعمل على خفض نسبه السكر في الدم، ودي اهم حاجه انا محتاجها في الفيديو بتاع النهارده تكون عارفها كويس جدا. ان الباباز له دور فعال جدا لدى مرضى السكر، وعن تجربه شخصيه مع حد انا عارفه جرب الباباز دوت وفعلا لقى معاه نتيجه كويسه جدا في الحفاظ على السكر يكون مستقر معايا بنتيجه يوميه. بس الفكره ان انت تاخد الباباز ده بشكل يومي معاك، سواء كان هتشربه او هتاكله ايا كان. هو طعمه بيكون يعني مش احسن حاجه، لكن له دور فعال جدا لدى مرضى السكر خاصه من النوع الثاني. ثالث حاجه بيعمل على حمايه البشره والحفاظ على نضاره البشره معايا وما يحصلش فيه تجاعيد في البشره. مهم جدا برضو في الحفاظ على
نضاره البشره، لانه بيحتوي على فيتامين اي. فيتامين اي وفيتامين اي مهمين جدا برضو في الحفاظ على نضاره الجلد. سابع حاجه بقى واخر حاجه معانا، بتحافظ على صحه العيون، بتحافظ لي على الرؤيه كويسه والدنيا كويسه، لان فيتامين اي ده من الحاجات المهمه جدا في النظر. لذلك يقول لك اكل الجزر يقوي النظر. ده كده كانت حكمه عارفينها زمان قبل ما نخش الكليه، لكن لما دخلنا الكليه وعرفنا ان عندي فيتامين اي. فيتامين اي ده من الحاجات الموجوده في الجزر وفعلا بتقوي النظر. لكن مشكلتنا بقى في الفاكهه بتاعت النهارده ان الفاكهه دي مش هينفع واحده حامل تاخدها، لان بيحتوي على ماده اسمها اللاتكس. ده بتعمل على انقباض عضلات الرحم، وبالتالي ممكن تسقط الست الحامل دي، وبالتالي ممنوع الست الحامل تاخد او تاكل الفاكهه بتاعه النهارده. لكن الامر برضو ممكن يزود لي الاسهال، لو حد عنده اسهال ممنوع برضو ياكل الفاكهه دي. البذر بتاعها بقى له مشكله كبيره جدا، لو حد كل البذر بتعمل كمبيد للحيوانات المنويه وبتقلل حركتها، ودي مشكله كبيره جدا. لذلك او اي ولد او اي شاب معانا انصحه ان هو ما ياكلش البذر، او اي حد هياكل يعني الفاكهه دي ما ياكلش البذر بتاعها، لان البذر بتاعها بيقلل لي من الحيوانات المنويه. دي طبعا هتكون مشكله كبيره وممكن تؤدي الى عقم. لذلك ناخد بالنا ان البذر هنشيله وناكل الايه اللي حوالين البذر. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا منها، ولو استفدتوا من الفيديو تشيروا الفيديو عشان يوصل اكبر قدر من الناس تستفاد وتشارك في الثواب. نشوفكم ان شاء الله في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.